انت تشبه بالسباق وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال. فريق كبير فريق عظيم هديله عمري وبرضه قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. لأول مرة يتابعنا على القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ولايك للفيديو. ألف مبروك لكل جمهور الأهلي. مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والفوز على نادي الوداد المغربي هدفين مقابل هدف. وفاضل على الحلو تكة. واحد هيقول لي انت فرحان؟ ايوه فرحان. انا فايز. انا لو كنت طالع 1-1 اقول لك اجلك، لو طالع 2 اجلك 2-2، لو طالع 0-0 في حظوظ. بس انا دلوقتي هو بيلعب على بند، هو بيلعب على حاجة، انا بلعب على 4-5 حاجات. يتعادل معاه بأي نتيجة انا صعدت وخدت البطولة. دخلت هدف ماشي، بوظت عليه المباراة. اتعادل معاه ويغلبني 2-1 واتعادل معاه ونوصل له ضربات ترجيح. كل الظروف معايا في يدي. هو ما بيلعبش غير على حاجة واحدة بس، يفوز عليا بأي نتيجة، وبالذات فرق هدفين، فرق هدف وانا ما اجيبش جوان. عشان كده انا فرحان. ليه فرحان؟ ان مفيش لعيب مقصر في الملعب. عملت فرص، رحت جهدت، كولر عامل نظام للفرقة، بقيت توصل، بقيت تهدد مرمى الخصم، اللعيبة بقت جاهد في الملعب. اللي انا الواحد بس زعلان منه التغييرات. في لعيبة كانت مش مريحة. انا بقول مريحة، مش عايز اقول كلمة تانية عشان ما ابقاش قاسي عليهم، عشان في مباراة تانية بره. انا عايز لكل لعيب والدعم، كل الدعم. واحد هيقول لي انت اول مرة تقول للعيبة كده. لا، انا فايز 2-1. انا لو جبت جون هناك خلاص انا كده يعتبر انا بطل البطولة، وان شاء الله انا البطل ان شاء الله وباذن الله. ولحد دلوقتي انا البطل، لحد ما نشوف احداث المباراة هناك انا البطل، وبلعب اللي انا البطل. انا خلاص فزت الشوط الاول اللي هو في ارضي، فاضل الشوط التاني. اهم حاجة واحنا قلناها في الماتشات اللي فاتت، الفرص اللي بتضيع مشكلة. لازم كل لعيب في كل فرصة يروح بيها يركز في الملعب اكتر ما يركز في الشغل الجماهيري. ما يفكرش كذا تفكير. التفكير اللي في دماغك خلص بيه، عشان هو التفكير الواحد. صح غلط خلص بيه. لما تفكر كذا تفكير، يا بتطلعها بره، يا بتبقى ضعيفة، يا تبقى واصلة لزميلك قوية عليه. لو انت بتعمل سرو او بتعمل مباص او بتشوط على الجون او كده، انا هاخد القرار الاول على طول، ما فكرش التفكير التاني خالص. عشان كده انا كلامي بوجهه للعيبة الرجالة، اللعيبة اللي فرحوني لحد دلوقتي، اللعيبة اللي فاضل على الحلو تكة. شوف انت كنت جاي من بعيد، اللعيبة والتركيز، اللعيبة كنت جاي من بعيد، بقيت في النهائي، ولحد دلوقتي البطولة في ايدك.
يبقى انا اعمل ايه؟ لما اروح هناك العب بنفس تركيزي، ما اخافش، العب بالجمهور، العب ضغط واروح والعب لعب شمال افريقيا، لعب شمال افريقيا. ارجع في الملعب، اخر الكوره، اطلع الكوره بره، مش عارف ايه واضغط على الحكم. وكل كوره فيها تلاعب اروح اضغط على الحكم، اي كوره فيها تلاعب اروح اضغط على الحكم. ليه؟ كده انت بتوتر المباراه وبتوتر اللعيب اللي قدامك، بتوتر اللعيب اللي قدامك. اهم حاجه هو النهائي بيتاخد بفرص، بيتاخد بفرص ازاي؟ اللي انت بتروح بتخلص، تروح تخلص. انت قدامك 4 فرص حقيقية كنت زمانك نهيت بيهم الماتش. 4 فرص حقيقية. انا مش هذكر اسامي لعيبة، بس انت كل لعيب خلاص ماتش عدى بخيره وبشره، خلاص انا فزت، انا عملت اللي عليا، خلاص اللعيبه كلها تتكاتف من تاني، خلاص ماتش وعدى. انت دلوقتي هتلعب اللي انت مهزوم وهتسف. هتقول لي ازاي؟ ايوه انت مهزوم وهتسف، اعتبرها ان انت مهزوم. انت عايز يا تجيب التعادل ماشي، يا تفوز 2-1. انت عايز كده، خلاص. يبقى انا بركز في كل كرة، اللعيبه تتكاتف، اللعيبه الكبار تتكلم البطوله وانا فايز، فاضي على الحلو تك. التركيز في كرة ضيع لك، في الكرة جابوا هدف، هي بتبقى كورة في المباراة. الركعة التركيز، الكرة بتاعت حسين الشحات الجون الأول، الكرة طولت، بس تركيز حسين الشحات اخد الكرة واعدي بيها ارفعها لبيرسي تاو. هي دي الفكرة وهي دي التركيز. الجون التاني نفس النظام، كرة طرفة اتلعبت 1-2 راحت لحسين الشحات، راحت لكهربا، كهربا على طول انت خطفت، خلاص استلمت شوط. الكرة التانية برضو اللي جات لك من بيرسي تاو، لو كنت استلمت وشوط على طول بوش رجلك جول، خلصت. هي دي لازم اللعيبه تركز في الحاجه اللي احنا بنقولوها احنا وعامه انا، ولازم يبقى جمهور الاهلي معانا في جمهور الاهلي، يبقى ايد واحده الفتره الجايه. احنا الدعم للفرق، احنا مش هنتكلموا اخطاء مين وفشل مين والمدرب عمل ايه وما عملش ايه. الدعم للجهاز الفني، الدعم للعيبه، الدعم لما يجي واحد زي مصطفى شوبير من بعيد يبقى نجم النجوم، لا يبقى في حاجه في الفرقه دي ربنا هيجازيها خير، وربنا سايب لها الاحسن، وسايب لها ممكن ربنا لو كان مقدر اللي انت تخسر كنت زمانك في دخل كورتين 3 وما كانش في حد هيلوم مصطفى شوبير فيهم. صح ولا مش صح؟ بس دي الشخصيه. الجون اللي جه جون غلطه مننا احنا من لعيبتنا احنا، وهم اللي وقعوا في الغلط. انت ما عرفتش تدوس عليهم وهم بيغلطوا، بقيت تألف. المشكله الجون التاني بتاعك، الرفعه بتاعت محمد هاني لحسين الشحات، شوف الكرة عدت كام مين. انت لو فضلت تلعب كل كورة اللي يستلمها من تحت يروح نفس الكورة، خلاص نفس الكورة مرة واثنين وثلاثة انت كنت زمانك خطفتهم. هي دي الفكرة. انت الفرقة دي لو لعبت عليها 1 2 3 على طول تتحرك ماشي، انت خلاص انت بتطلعهم على المباراة. وده اللي لازم تعمله هناك،
ده للعيب. الجهاز الفني انت ليه ما تتمشي التغييرات بتاعتك تجدد دماء الفرقه؟ نص الملعب فيه مشكله، اطلع واحد من نص الملعب واشوف القندوزي او قفشه او عمرو السوليه، حسين الشحات هو اعلى لعيب عندي، اسيبه واغير كهربا، اغير ديانج وحمدي فتحي فيهم مشاكل كده. بس انا اقعد لحد الدقيقه 80 واغير بعد ما يجي فيا جول؟ يبقى انت كده بتعمل مشكله. لا، يبقى كنت سبت اللعيبه بقى. انت اعتمدت اللي انت هتغير في الدقيقه 80 وجه فيك الجول، كنت سبت اللعيبه بقى، كنت سبت اللعيبه لحد انت كده تعبتهم، انت تعبت الفرقه، انت همت الفرقه عشان تبدا تخضم من اول وجديد. لا، اللعيبه اللي نازله مش هتبقى في تركيزها، هو نازل بعد صدمه، مش هتبقى مركزه. انا بكلمك في الدغري. عشان كده احنا كنا ورا الجهاز الفني، ولحد دلوقتي احنا ورا الجهاز الفني، والجهاز الفني واثق من نفسه. الاخطاء ما تتكررش، انت بتشوف الاخطاء وبتصلحها. اهم حاجه اللي انت تصلح بسرعه قبل الماتش وانت فايز. انت فايز 2-1، ومبروك للنادي الاهلي الفوز في ارضه. دي اهم حاجه، اللي انت فايز. الف مبروك لكل جماهير الاهلي الفوز في ارض 2-1. وما تخافوش من النتيجه ما تخوفش، النتيجه في مصلحه الاهلي. انت بتلعب على كذا فرصه، هم بيلعبوا على فرصه واحده، ماشي؟ بس التركيز، الجهاز الفني، اللعيبه والاداره. الاداره في ايه؟ الاداره احمي الفريق، احمي البعثه، احمي كل حاجه في البعثه، عشان ينزلوا المباراه مفيش ضغط نفسي عليهم، عشان احنا عارفين الوداد بيعمل ايه مع الاهلي نفسي، وجمهوره بيعمل ايه. يبقى انت ركز نفسيا بس، دي اهم حاجه. والدعم، كل الدعم للفرقه. وان شاء الله ان شاء الله ال11 يا اهلي، وان شاء الله كل جمهور الاهلي العظيم، كل جمهور الاهلي العظيم، كل جمهور الاهلي العظيم. وبكرر الدعم، كل الدعم للفرقه، واحنا ورا الفرقه. كل اللعيبه رجاله، في 30 مقاتل في قائمه الاهلي، في 11 مقاتل هينزلوا في المغرب وفي استاد المغرب، استاد الوداد. 11 راجل قتالي بالروح بالدم. افريقيا مش هتروح، بس انا عايز دي. العب بروح، لو خسرت ده من عند ربنا مش كاتب لك البطوله. العب بروحك بس، دي اهم حاجه. واشكركم، والدعم، كل الدعم للفرقه والجهاز الفني. والف مبروك لجمهور الاهلي. جمهور الاهلي ما يزعلش، انت فايز 2-1 بس تعمل الفرقه. واشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.